طبيعي جدا ان بعد اي ماتش اهلي وزمالك هتلاقي احداث بعد الماتش ملهاش علاقه بالماتش ولا بنتيجه الماتش ولا اي حاجه. حاجات فرعيه بتطلع من الماتش الناس بتقعد تتكلم فيها لمده اسبوع مثلا. يعني زي هديك مثال سريع، زي ماتش الديربي الاخير، مش بتاع السوبر اللي قبليه، بتاع 2-1 للاهلي. موضوع حسين الشحات وبيزيرا وعمل له كده، لا مش قصده، لا زاويه التصوير، لا لا. وكل ماتش لو رجعت لاي ماتش هتلاقي فيه قصص وحكايات وروايات. قصه طبعا اللي بعد الماتش الاخير بتاع السوبر 2-0 للاهلي ده، قصه زيزو وهشام نصر. قصه زيزو، طبعا زيزو لو رمى شرمش الناس تقعد تتكلم ساعه، سنتين ثلاثه عادي، لان هو طبعا نجم، راح من الزمالك الاهلي دايركت، كان احد اعمده الزمالك. قصه اللي كلنا عارفينها، مش محتاجين نتكلم فيها وناخد فيها وقت. ببساطه مين اللي غلطان في الموضوع ده؟ زيزو. الكلام اللي طلع منه عن طريق احمد عبد الباسط الصحفي اللي هو بيوصل لكل اللعيبه، يعني قال ان هو كان قاصد ما يسلمش عليه، لان هشام نصر ده هو السبب في الجمهور عمله، وهو السبب في مش من الماتش ده او لما زيزو راح الاهلي، من ساعه موضوع التجديد وخلى الجمهور يقلب عليه ويشتمه ويشتم ابوه في مدرجات، وطلع طلعه على المسرح من الاخر وسلمه للجمهور ان هو مش عايز يجدد. فبدات الناس تشتم فيه وفي ابوه، دي من الحاجات اللي ضايقته وخليته ان هو يعند اكتر على كلامه، وخلاص بقى يقرر ان هو يروح الاهلي. الحقاق للحق ده حصل، هشام نصر سلمه، الاداره كلها سلمته، بس اللي كان متولي الموضوع ده هشام نصر. سرب عليه لجان وكلم صحفيين يشتموا فيه، وعمل كل ده وخلى الجمهور فعلا يزوم على زيزو وابوه. حتى يعني الوقت ده الله اعلم كان زيزو مضى ولا لا، والناس تقول لك مضى في شهر 3، الناس تقول لك مضى في شهر 1، ايا كان مش تفرق، بس هشام نصر عمل كده تمام. فزيزو لما طلع ما سلمش عليه، بدليل ان زيزو سلم على كل الاداريين بتوع الزمالك، سلم على اللعيبه، معظم اللعيبه اللي شافهم في وشه، يعني هو بعد الماتش ما خلص سلم عليهم وحضنهم، الصور بينت ده والفيديوهات بينت ده. طيب هناخد الموضوع من شقين سريعين. زيزو ليه حق انه يعمل كده، يعني هو زعلان من الراجل وشايف ان هو عمل فيه حاجه ضايقته، اذته واذوا في شيء ما، فقرر انه ما يسلمش. طب لو كان سلم عليه عادي، يعني الناس بتنسى، يعني او يعني ممكن يكون حد عمل معاك موقف من سنين مثلا وانت شفته في مكان ما، فشفته في فرح، شفته في عزا، شفته في اي مناسبه فسلمت او ما سلمتش، دي حاجه ترجع لك ولنفسيتك وانت شايل ولا لا، وتقبلك الموضوع والكلام ده كله. الغلط هو رد فعل هشام نصر الطفولي المتخلف اللهبل، انه راح يعيط لخالد مرتجي، يقول له بص عمل ايه، راح يشتكي لامه، كانه عيل في حضانه زيزو ده، وراح يشتكي لامه، شوف عمل ايه. فالتاني راح ضاحك، وتاني يوم كتب له بوست يتريق عليه، وحاجه في منتهى التقليل، يعني طلع نفسه هفا والله العظيم هفا، اقل كلمه اتقال عليه. الراجل اصلا انت مستني ايه من خالد مرتجي؟ مستني انه يجي على اللعيب بتاعه يقف معاك عشان الجمهور يفشخوا على السوشيال ميديا ويخسر جمهور الاهلي؟ هيعمل ايه؟ حتى لو شاف ان هو غلطان هيعمل ايه؟ ما هو طبيعي يقف مع اللعيب بتاعه عليك، ده شيء طبيعي، فانت راح تشتكي له على اساس ايه؟ طب ايه اللي كان المفروض يحصل؟ حاجه من الاثنين. انا هديك مثالين سريعين. الموقف ده لو كان حصل مع مرتضى منصور، لو مرتضى منصور هو رئيس النادي، هو اللي عمل كده في زيزو، وكان واقف الوقفه دي وزيزو تجاهله وما سلمش عليه، كان مرتضى عمل ايه؟ كان قلب الدنيا، كانت تلاقيه دف في وشه، عمل اي لقطه في ساعتها، خد حقه في ساعتها، شده من دراعه، عمل اي منكش وخد حقه في ساعتها. طب لو الموقف ده مثلا حصل مع الخطيب، اللي هو الصوره بتاعت الراجل الرزين اللي ما بيتهزش، كان ايه اللي حصل؟ كان تجاهل الموقف تماما. يعني لو افترضنا مثلا ان الزمالك كسب والخطيب واقف على المنصه، وطلع اي لعيب من الاهلي من الزمالك راح الاهلي، كان مثلا ناصر منسي، عبد الله سعيد، اي حد، وتجاهل الخطيب وما سلمش عليه، كان ايه اللي حصل؟ الخطيب عمل ايه يعني؟ كان تجاهله تماما كانه لم يكن موقف، ولا كانه شايفه اصلا. فالموضوع بالتالي ايه؟ هيعدي، حتى لو الناس اتكلمت فيه ساعتها، بس هيعدي. لكن موقف هشام نصر الطفولي اللهبل هو اللي خلاه الموضوع يكبر كده والناس تتريق عليه، فانت رايح تشتكي للراجل اللي جنبك، فالراجل راح مزود عليك واتريق عليك على السوشيال ميديا وضحك وانت بتشتكي له يعني. طيب ده يدل، ان كان ده اللي يدل على ان الاداره دي واحد مالهمش قيمه عند الناس، ومالهمش قيمه في الدوله، من ساعه صاحب الارض اكتر اداره خدت دعم في الدنيا وهي جايه. كل الجماهير كل الناس كانت متفقه عليها، بس مواقفكم واحده. انا اكتر ناس كانت بتدعم الاداره، من اكتر ناس كانت بتدعم الاداره والله.
وشايف الناس دي. لكن انت اول ما جيت بتعمل ايه؟ عايز اي حاجه تلغي مرتضى، اي حاجه ضد مرتضى. فبتعمل ايه؟ فعملت لي حاجه اسمها تغير الصوره الذهنيه، فرحت فرشت لهم السجاده الحمراء ودعيتهم للنادي وقال يعني طول عملوا فيك ايه؟ بقى ياخدوا اللعيبه منك كل انتقالات ودايركت من عندك ويسرب لجان عليك ويعمل ويسوي. انت فاكر الاهلي هيقف معاك؟ انت فاكر لما تعمل كده الاهلي خلاص بقى؟ دي كوره يا ابني، دي كوره. ما فيهاش التسامح اللي في بالك ده. يعني احنا ما يعني الكلام ده في الجنه بقى. لكن انت بقى جاي ايه؟ تعمل ان انت الراجل اللي مش عارف ايه، خدت على دماغك. طيب لما بيحصل مواقف، كل موقف معاك بيدل على انك مالكش قيمه ومالكش وزن. من ساعه صاحب الارض ومحدش عارف معبرك، نشدت الدنيا والاخره ومحدش معبرك، لعيبه بتتجاهلك وبتروح تشتكي بيضحكوا عليك اكتر، ومواقف كتير يعني ممكن احكي. لو حكيت لك الفيديو قعد 3 ساعات. الاداره فاشله تماما. مش ده اللي يهمنا كزملكاويه خالص، ان انت هفق ومش هفق. اللي يهمني انا الكوره، انا مش مهم زيزو ومش زيزو. موضوع زيزو ده اتقفل بالنسبه لي. سواء الجمهور شتم او ما شتموش دي قصه برضو لوحدها تانية ملهاش علاقه، او غلط او صح او انا ليا ان انت تبقى ليك وزن والناس تقدرك وتحترم ان انت نائب رئيس نادي الزمالك او انت عضو مجلس اداره في نادي الزمالك. فانت يعني انت خليتوا الناس ترحم على مرتضى. وانا اكتر من اكتر الناس اللي ما بتطيقش مرتضى منصور وشايف ان هو اضر النادي اكتر ما فاده. بس الصراحه الراجل كانش حد يقدر يجي جنبه، كانش حد يقدر يدوس له على طرف، كانش حد يقدر يهزقه فيبقى بيهزق نادي الزمالك. لكن انتوا حجمكم قد كده، اصغر من كده والله قصادهم. بقيتوا مسخه وصغرتوا النادي معاكم. انا عارف انتوا مش هتستقلوا ومش هتمشوا، ان انتوا في ميغا ما كنتوش تحلموا بيها. بس خلصوا الدوره دي واتكلوا على الله. الله يبارك لكم. ملف الكوره اديكوا شايفين. ملف الصالات اللي كنا في اوحش فتراتنا كانت الصالات برضو قايمه على الحلقه، اديكوا شايفين. الصوره الذهنيه، الفلوس، الديون، اللي وقف النادي، القيد، ايه يا جماعه؟ عايزين مننا ايه؟ كفايه 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 كفايه.